السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم ابواب الرزق اينما كنتم واينما نكون. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى هنعمل ايه؟ صينيه البسبوسه الجميله اللي الكل بيبقى عاوز حاجه حلوه يتسلى فيها وطول ما هو قاعد. دي احلى صينيه بسبوسه اقتصاديه موجوده عندك، مقاديرها في البيت، ما بتكلفكيش اي حاجه، هتعمليها باسهل طريقه. تعالي معايا نشوف هنعملوها ازاي. ده نص كيلو من السميد اللي هو دي بسبوسه. تمام كده يا حبيبتي؟ بتجيبيه، انا بقول لكم ان انا حطيته على ايدي عرفتوا ان هو دي كويس ولا لا. لما حطيته على ايدي ونزلته مفيش اي اثر ليه كده، يبقى دي كويس. تمام كده. هنخش بقى على المقادير. هنجيب حله وهنجيب كوبايه، نفس الكوبايه هيها اللي هنعاير بيها، كوبايه سمنه، كوبايه لبن، كوبايه سكر. تمام كده. وهنحطهم على بعض في الحله، وهنحط معلقه كبيره عسل كلوكوز. العسل الكلوكوز ده حلو قوي، اللي بيخلي البسبوسه متماسكه وبتبقى جميله. تمام كده. وذره ملح، ذره هنحطها على دي السميد. تمام كده حبيبتي؟ ماشي معايا خطوه بخطوه، وهسيب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف عشان برضو ايه اللي عايز يشوفه. كده حطينا اللبن والسكر والسمنه مقاس واحد، اللي هو معيار كوبايه على معلقه كبيره مع عسل جلوكوز، وهنحطهم نقلبهم على نار هاديه جدا يا دوبك ايه يفك العسل الجلوكوز والسكر يدوب. تمام يا حبيبتي كده. تنسناش بس في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكومنت حلو منكم بقى، ولايكات لايكات لايكات يا حبايبي. اغلى متابعين على قلبي، وجودكم كلكم شرف على دماغي. اهو بصي على نار هاديه. بصي انا بقولك اللي انا ماسكه الحله ما تسخنش خالص، عشان ما ينفعش يبقى ساخن وتنزليه على دي البسبوسه، لا. بصوا لحد ما فك خالص. بصوا ما فيش تكتلات. دي صينيه مقاس 30. هنجيب، عايزه انت سمكها اعلى من اللي انا عاملاه هاتي مقاس 28. دي مقاس 30 عندي، احنا بنحب السمك الرفيع ده. تمام كده. هو كده سمكه مناسب لينا وحلو قوي، ويا ريت تجربيه بنفس الطريقه ديت والمقادير ديت، هتطلع معاكي انجح بسبوسه. دهنا الصينيه سمنه، وجبنا السكر والعسل الجلوكوز واللبن والسمنه، كبيناهم على ايه بعد ما فك من التكتلات، كبيناه على دي السميد. تقلبتين وبس يا حبيبتي، تقلبتين وبس عشان ما تنشفش منك. تمام. الاول ما بدأنا كنا مشغلين البوتاجاز على 180. اللي ما عندهاش درجات تخليه على درجه وسط، ما تخلوهوش عالي، عشان عالي دي هتحمرها لك من فوق ومن تحت، والقلب جوه هيبقى ابيض. لا احنا عايزينها كلها يبقى لون احمر من بره ومن جوه، تبقى حمرا وجميله. تمام كده حبيبتي. بتخبطيها بقى، احنا فردناها بالسباتولا كده، وتقومي ايه هبدها هبدتين كده على الرخامه تطلع زي الفل. ده سوداني انا حطيته من على الوش. عايزه لوز تحطيه كان بيها عادي، اللي انت عايزه اي تزيين براحتك. احنا ده سوداني وحطيته عشوائي كمان، ما حطيتوش بالترتيب، حطيته عشوائي. نيجي هنا بقى كده، انا حطيتها على الرف اللي في النص على درجه حراره 180، هتقعد 45 دقيقه. انا قعدت معايا عشان درجه الحراره عندي كده متوسطه حلوه، 45 دقيقه. هنيجي هنا نعمل الشربات بتاع البسبوسه. كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه، نقلب السكر لحد ما يدوب ونرفعه على النار. اول ما يغلي بنحط عصرة نص ليمونة، نص ليمونة بنعصرها بس كده. تمام كده يا حبيبتي. وبنقوم مطفين النار، لان شربات البسبوسة ما بيكونش تقيل، بيكون خفيف. انا كده بدوب السكر، وخلي بالك ما تدوبيش كتير يعني بسرعة، عشان السكر ما يطلعش على حرف الحلة يخليها يكرمل، لا بالراحه كده، قلبي بالراحه لحد ما السكر يدوب. واول ما يغلي هنقوم عصرين نص عصره الليمونه اهي اللي انا بوريها لكم اهي، اما يغلي، وهنقوم رافعينها من على النار خلاص. بصوا كده انا طفيت النار وعصرت نص الليمونه ورجعته بقى، شلته من على النار خلاص. في الوقت ده برضو عايزه تحطي نص معلقه سمنه، بتبقى جميله قوي، بتديها لمعان. بس انا بتاعتي الصراحه ما كانت، هتشوفوها كانت بتلمع وجميله، مش مستاهله.
بصوا حلوة قوي. هنحط بقى ايه الشربات كده سخن والبسبوسة سخنة. بصوا عملتيش، هو لازما كده. وتحطي بقى واحدة واحدة بتلاقيها بيشربها. بصوا هو لو تلاحظوا هتلاقيها من الجنيبة اهوت من النص اهو، من الحرف ده والجنب ده بتشربها. بدل بتشربها يبقى هي كده بسبوسة ناجحة. هنحط كل المقدار عليها. بصوا بتنشف ازاي من الجناب اهي كده بيشربها. هي كده بسبوسة ناجحة، شربت الشربات بتاعها كله. بصوا كده يا حبايبي، جميله جميله. اتمنى ان انتوا تجربوها واكتبوا لي في الكومنتات طلعت معاكم ايه، وامشوا بس على الطريقه دي وهتطلع احلى بسبوسه. كلفتناش اي حاجه، 30 جنيه كلفتنا، 30 جنيه بره الكيلو ب90 جنيه. فلا هي سخنه قوي لسه ما بردتش، المفروض تفضل ساعتين او 4 ساعات عبال ما تبرد عشان ما تقطعهاش ما تعملش ايه. بس انا مستعجله، عايزه ان انا بصراحه اقطعها واوريكم ان هي قد ايه ناجحه وقد ايه ان هي حلوه. بصوا اجيب بقى الطبق واقطعها لكم. بس يا رب ايه تطلع ايه سليمه، عشان هي لسه سخنه. هي كده فات عليها 10 دقايق بس، المفروض بتفضل ساعتين. بس انا هقطع حته صغيره كده عشان اوريكي قد ايه ان هي ناجحه وكويسه. بصي طريه قد ايه. اهي كده يا حبايبي. بصوا بصوا سمكها، هي لسه سخنه. بصوا بصوا قد ايه ان هي طريه. بصوا لسه سخنه قوي. بصوا الطهر بتاعتها سخنه قوي قوي. طلع لكم حته تانية اهي. دي لما تبرد هتتقطع بقى هتبقى جميله. بصوا بصوا من جوه زي بره زي تحت، مش بيضه ولا اي حاجه. السمك ده حلو قوي ليها. عايزه تخنيها اكتر من كده تنقصي في الصينيه. يعني دي صينيه مقاس 30، اعمليها انت مقاس 28 هتطلع معاكي ايه السمك التخين. بس احنا بنحبوها ايه السمك اللي هو ايه، بنحبوها السمك ده. بصوا بصوا بصي تعرفيها. بصي بصي لونها، لونها عامل ازاي. مش بيضه من جوه، لا واخده التحميصه كلها من بره ومن جوه، عشان احنا حطيناها على نار هاديه شويه. قعدت دي ساعه الا ربع، وطعمها تحفه والله يا بنات. بصي يا ريتكم تجربوها، هتطلع معاكم ممتازه وجميله. هي لسه سخنه، هنسيبها بقى لحد ما تبرد. بس انا قلت اوريها لكم قد ايه ان هي بصوا لونها تحفه وجميل ازاي. يلا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وكومنت حلو منكم عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. على السلامه يا حبايب قلبي.